هقولك على حاجة، نصيحة صدقوني. يعني لو ابنك مهما كان بيعصبك في الأمور الحياتية، أو بيعصبك بسبب التعليم، ما بيذاكرش أو مش مستجيب معاكي بأي شكل من الأشكال، اتخذي أي طريقة للعقاب بعيد عن الضرب. اوعي تكوني مسجله في دماغك الحاجات اللي اتربينا عليها زمان، تقولي ان احنا اتربينا على كده والضرب كان بيقومنا وطلعنا زي الفل. صدقيني انت ما طلعتيش زي الفل ولا حاجه. فتيجي في نفسك كده هتلاقي ان اي واحده بتتضرب، او اي واحد بيتضرب، ان كان شايفاه كويس لكن بيبقى فيه تخزين من جواه، في اثر نفسي او في اثر جسدي. اي ضرب لازم بيتبلور يا جماعه والله في الجسد باي شكل من الاشكال. ممكن مثلا تتخذوا طريقه العقاب بانكم تحرموه من الحاجات اللي بيحبوها، او وده طبعا دي حاجه متوحده في الجميع، ان انتوا تستودعوا اولادكم، استودعوا ربنا فيهم، في اخلاقهم وتربيتهم، وانهم ان شاء الله يكونوا ذريه صالحه، وان شاء الله ربنا يعني يكرمكم فيهم باذن الله تعالى. المهم ابعدوا عن الضرب نهائي، نصيحه بجد بجد يعني. ربنا يفرحكم باولادكم جميعا ان شاء الله.